لو اتغير معاك فجأة ما بقاش يهتم بيك زي الأول وكمان مش بيرد على مسجاتك، المفروض تتصرف ازاي؟ ما تنساش اللايك ويلا بينا نبدأ. I did it my way. أول حاجة عايزك تبعت له مسج صغيرة ومختصرة بتقول له فيها أنت ليه مش بترد، والمسج دي تكون خالية من المشاعر، بمعنى إنك مش حاطط فيها تعبير عن مدى شعورك بالحزن أو بالاكتئاب وهو مش موجود. تكتب له انت مش بترد، علامات استفهام وعلامة تعجب بس. وهذا النوع من المسجات هيفيدك في مختلف الحالات. يعني مثلا هو لو بيتدلع عليك علشان يختبر مدى غلاوته عندك وانت بعت له المسج دي، هيفرح ويتبسط يعني، وهيشوفك ان انت قوي في نفس الوقت، لانك انت ما اندفعتش بقى انت اتغيرت عليا وكذا كذا كذا، انت بس لاحظت غيابه واتأثرت فبعت له، هيتبسط. ولو هو فعلا متعمد ان هو يتجاهلك ومش مديلك اي اهتمام خالص وبعت له النوع ده من المسجات، انت هتلعب عنده في السبكونشيوس مايند او في العقل الباطن، بمعنى اللي هو اتغير عليا وبعت لي مسج شبه كده وهو قوي وما كمان ما عاتبش، فده في اللاوعي عنده هيديله افتراض مستقبلي انك هتتغير عليه، وكمان انت اسلوبك هيتغير لو هو ما لحقش نفسه وبعت لك مسج بيرد عليك. وفي حالة انه لا ده ولا ده وهو بس عنده شوية مشاغل، عنده شوية ضغوط مخليه مش عارف يتكلم معاك، لما تبعت له هذا النوع من المسجات هتأثر عليه وهتخليه عايز يبرر لك في أسرع وقت ممكن علشان ما تفترضش سوء النية. وتاني حاجة المفروض تعملها في التوقيت ده، ودي خاصة بيك انت، انك تخفي مشاعرك. ما تبينش ضعفك حتى في الستوريز اللي بتنزلها، ما تبينش ان انت متاثر ومتضايق. عايزك تعتبر كأن الموضوع بالنسبه لك عادي. انا عارف ان هو مش عادي، بس انت لو اخدت قناعه ان الموضوع مؤثر فيك جدا هتلاقي نفسك بتتاثر اكتر من الاول. وتاني مرة أنا بحذرك من فكرة العتاب، ما تعاتبش، لأن العتاب في بعض الأنواع اللي مناسبة للموقف ده بتكون ضعف، فأنت لو بينت له عتابك فأنت ببساطة بتبين له ضعفك. تالت حاجة المفروض تعملها هي إنك تقاوم أفكارك السلبية. أكيد في الموقف ده أنت هتحس بمشاعر الدونية والإيجو بتاعك هينخفض جدا، هتحس إن الشخص ده أحسن منك ومشغول بحياته وإن أنت اللي قاعد مستنيه. لازم تقاوم الأفكار السلبية دي وتلاقي لها حاجة اسمها مضاد حيوي نفسي، زي ما في مضاد حيوي عضوي نعمل مضاد حيوي نفسي. يعني دي لك فكرة من نوع مثلا هو مش بيفكر فيك، هو مشغول، تكون بقى بتقول بينك وبين نفسك اوكي خليه بقى مشغول براحته، انا كمان هشغل نفسي، انا كمان هثبت له ان انا مش قاعد طول الوقت مستنيه. تيجي لك مثلا فكره من النوع اللي هو ده ضامن وجودي، ده هو واثق ومتاكد ان الكلام ده بيضايقني بس بيعمله برضه، تقومها وتقول بينك وبين نفسك اوكي خليه يتصرف زي ما هو عايز، بس لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، عمنا نيوتن. يعني ببساطة عايزك تعتبره كأنه تمرين نفسي، انك بتعود نفسك انك تفك التعلق بالشخص ده. مش معنى كده انك بتكرهه، بس معنى كده انك بتعود نفسك على انه مش موجود. فبالتالي لو حاول يضايقك تاني ويبعد عنك تاني، انت مش هتبقى قاعد بتقطع نفسك من الحزن، انت قاعد اتعودت ان هو مش موجود، ودي حاجة تديلك نقطة قوة رهيبة جدا. رابعا واخيرا، لو ما ردش عليك ما تبعتلوش تاني. صديقي، الناس بتحترم الشخص القوي الواثق من نفسه واللي عنده ايجو وعزة نفس عالية، بنحترمه جدا وبنقدره وبنديله عينينا كمان. لكن اللي بيكون ضعيف وبيبين لنا ضعفه طول الوقت، احنا لو عندنا دم هنعامله بشفقة. فيكون مبدأك من النهارده لو انت مش هتهتم بيا بدافع الحب، فانا مش هسمح لك تهتم بيا بدافع الشفقة. في الوقت ده لازم تعاند، ان الموضوع ما فيهوش هزار، دي عزة نفس يا بابا ودي كرامة. لو ما ردش عليك خالص وما ادكش اهتمام ما تبعتلوش تاني. خلي عندك عزة نفس وامسك نفسك، وافتكر كويس انك كل ما هتجاهد جهاد النفس اللي عندك كل ما ربنا هيكرمك ويسخر لك الطرق اللي تخليك واثق من نفسك اكتر ومبسوط اكتر، وكل شيء بياتيك تحت رجلك حرفيا. وافتكر كويس ان اللي بيحبك بجد وعنده شغف تجاهك هيكلمك طول الوقت ومش هيسيبك طول الوقت انت قاعد بتفكر بدماغك هو كده سابني ليه. خليك واثق من نفسك وخلي الناس تحترمك بسبب قوتك دي. اتفقنا؟ بفكركم تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب علشان بنزل عليه الجلسات الخاصه بتاعتي، بتكون عن فك التعلق وعن التخاطر الذهني، والحمد لله رب العالمين اثبتت نجاح وفعاليه كبيره جدا جدا. ما تفوتش الفرصه وخش اتفرج عليها، كلها مجانيه بنسبه 100%. نسيت اقول لكم انا بحبكم قوي.